اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الجملة الشهيرة بتاعت الامهات: انا ابني ما بيسمعش الكلام. طب انا اعمل ايه علشان اخليه يسمع الكلام؟ طب ركزي معايا كده بقى علشان تعرفي ازاي تخلي ابنك يسمع الكلام. اولا لازم تكوني قدوة، انتي والاب طبعا. انا ما ينفعش اقول لابني ما تكدبش وهو يكون وانا اكون بكدب قدامه مثلا. ما ينفعش انهيه عن اي سلوك انا بعمله، يعني في حاجه معينه انا بعملها قدامه وارجع اقول له لا ما تعملش الحاجه دي. استحاله هيعملها. بلاش طول الوقت اوامر، يلا اعمل كذا، هات كذا، قوم اعمل الحاجه الفلانيه. بلاش ان انا انتقد والوم طول الوقت. ليه بقى؟ هقعد انتقد والوم طول الوقت، هتبص تلاقي الطفل مع الوقت بقى عنده لا مبالاه. اللي هو طب ده انا عملت ما عملتش، هي كده كده ماما اصلا بتقول عليا وحش، وماما اصلا بتقول عليا ان انا ما بسمعش الكلام. فهيبدا يكبر دماغه ومش هيشغله خالص مع الوقت اللي انت بتقوليه. نقلل شويه كده من النقد واللوم، لان هم اصلا مش كويسين جدا وهيعملوا لنا كوارث كتير. خليني بقى طول الوقت احسس الطفل ان هو مهم وان هو بيعمل حاجات كويسه. اكتر بقى من ايه؟ شكرا، برافو عليك ان انت عملت الحاجه الفلانيه، انت رائع، انا مبسوطه منك علشان انت ساعدت اختك. العدل والمساواة. خليكي دايما مركزة في حتة ان انتي تبقي زي ما جبتي لابنك دوت فانتي هتجيبي لابنك دوت حاجة. مش معنى كده ان انا هجيب نفس الحاجة، لا، هو ممكن يختار حاجة تانية، بس هي الفكرة في ان انا جبت لده وجبت لده. الموضوع بس مش في الحاجة اللي انا بجيبها الحاجة المادية، كمان في الحاجة المعنوية. انا قلت لده بحبك يبقى هقول لده بحبك. انا قلت اديت لي دي مثلا بوسة يبقى انا لازم ادي لدي بوسة. لازم يكون في عدل. ليه بقى؟ لان احيانا بيبقى سبب عنف ولادنا وان هم مش بيسمعوا الكلام او بيعملوا شغب او بيعملوا لنا قلق ومشاكل، بيبقى ان هم حاسين ان انتي بتفرقي في المعامله بينه وبين اخواته، فتبدا بقى مشاعر الغضب بقى والكراهيه تظهر كده جواه، وتخليه يتصرف تصرفات مش عاجباكي، اللي انتي بعد كده بترجعي تقولي بقى ايه؟ اصل ده مش بيسمع الكلام. وانا كده بتعامل مع ولادي لازم يعني احترم العمر اللي هم فيه. يعني ايه احترم العمر اللي هم فيه؟ ما يبقاش ابني عمره 3 سنين وماشي عمال يفتح مثلا في المطبخ ينزل لي الحلل، يفتح لي في الدولاب ينزل لي الهدوم، وانا اقول له لا ما تعملش كده، وده ما بيسمعش الكلام بيرجع تاني يكرر نفس الموضوع. ما هو اصل ده عمر الاكتشاف، ده بالنسبه له لعب، عايز يكتشف دي ويكتشف دي. فما تقوليليش ده ما بيسمعش الكلام. انتي اللي حاولي تركزي، ومفيش مشاكل ان انتي يبقى عندك كده فترة في حياتك تبقى الدنيا مبهدلة ومكركبة، مش مهم. ركزي بس اهم حاجة ان انتي ابنك يطلع طفل سوي. مش حتة بقى ان انا لازم الشقة تبقى خلاص يعني فل شمعة منورة عشان لو حد زارني تبقى الموضوع ايه؟ زي الفل. لا، محدش هيفيدك لما ابنك يجيله اي حاجة، يعني اي مرض نفسي وتبدأي ان انتي تجري بيه، او يجيله تأخر في اي حاجة وتبدأي ان انتي تجري بيه. طيب، طول الوقت لازم نحسس ولادنا ان احنا بنحبهم. ما هو انا لما احسسه ان انا بحبه، ان انا بقدره وبحترمه ومهتمه بيه، فالموضوع ده هيفرق معاه كتير. هيفرق معاه كتير في ايه بقى؟ ان هو قبل ما يعمل الحاجه او لما يعمل الحاجه وتزعلك، هيبقى عارف ان خلاص دي بتزعلك فانا قلقان على زعل ماما. لا، ده ماما بتحبني وبتحترمني وبتقدرني، فانا ما ينفعش ان انا ازعلها. فهتلاقيه مع الوقت بدأ ان هو يسمع الكلام. بلاش بقى طول الوقت لا لا، كتر الاعتراض دوت هيخليه يعني مش عايزه اقولك بقى اللي هو يبقى عامل زي الشريك المخالف. لا، انا لازم لما ارفض حاجه او اقول لا على حاجه اعرف ابني او بنتي انا ليه رفضت الحاجه دي. طيب، ردود افعالي في المواقف لازم تبقى على قد الموقف. يعني انا مثلا لما اجي يبقى ابني واقف فوق الكرسي والكرسي دوت يعني مش مظبوط، او هو واقف على حرفه وهيقع، بدل ما اجي من بعيد اقوم مزعقه وخضاه وفي الاخر هو هيقع برضه ويتعور، لا، انا احاول الفت انتباهه بحاجه تانية. بقول لك حبيبي انا شفت شكل كده حلو قوي بالمكعبات وكنت عايزاك تساعدني فيه. ده الصلصال اللي انا جبتهولك مش عارفه راح فين، عماله ادور معاه عليه علشان نعمل شكل حلو، ممكن تشوفولي فين؟ هتبداي تلفتي انتباهه، هو من نفسه هينزل. طيب، خليكي بقى طول الوقت وانتي بتتعاملي مع الطفل استخدمي اسلوب الاسئله. ايه بقى الاسلوب بتاع الاسئله ده؟ اللي هو يجي خلاص الطفل لعب وخلص اللعب بتاعه وساب الالعاب كلها مرميه في البيت كله، فانت تيجي تقولي له بقى ايه حبيبي، هو ده المفروض مكان الالعاب؟
فيقول لك لا يا ماما، طب المفروض نحطها فين يا حبيبي؟ فيبدا ان هو يقول لك احطها مثلا، لو انت عامله له بوكس كده صغير او عامله له رفوف معينه بيرص فيها الحاجه بتاعته، هيقول لك في المكان الفلاني. فانت يعني الكلام كده لما يبقى في صيغه اسئله هتبقى الموضوع اسهل. نركز مع اولادنا شويه، نحترم سنهم، نحبهم، نقدرهم، نهتم بيهم، نركز في تصرفاتنا كويس جدا. نركز في تصرفاتنا كويس جدا، لان احنا المراية اللي بنشوف. يعني احنا كده لو واقفين قدام ولادنا، بنبقى ولادنا دول المراية اللي بنشوف فيها تصرفاتنا. فكل حاجة عايزينها تبقى في ولادنا لازم نعملها احنا الاول، لان الطفل بيقلد في مرحلة عمرية كده، بيبقى عنده التقليد هو الاساس. فانتي الكلام ممكن تتكلمي من هنا للصبح ما فيش اي نتيجة، لكن تصرف واحد منك ممكن يخليه يقلدك ويبدأ يسمع الكلام وخلاص، اللي هو يبدأ ماشي على نفس الخط بتاعك. ربنا يحفظ ولادنا جميعا، يا رب. اكون فدتكم.